مبدئيا كده عشان نبقى متفقين، هل احنا كده بنتكلم 4 كام؟ 4 كام؟ 4 2 3 1. 4 2 3 1. طيب هل راس الحربة هو مرموش ولا زيكو؟ بص، هو كده احنا هنلعب ولا نعمل زي الكابتن محمود بكر؟ الكابتن محمود بكر يقول لك سيبني بس ابتدي الماتش واقول لك. لا انا هفرجك على حاجات ليها علاقه بمرموش، هتربطنا بحاجات ليها علاقه بمصطفى محمد، وهتربطنا بحاجات ليها علاقه بزيكو. طب يلا، حلو الكلام. ما يلا بينا، تعال نشغل الفيديو عشان نفهم هو حسام بيدور على ايه، حسام عايز ايه. فعشان كده هو لما حسام حسن غير الفكره بتاعته وطريقه اللعب بتاعته، لانه استغنى عن فكره الهجوم وبقى عايز يلعب على الدفاع، فقرر ان ده عشان املى وسط الملعب او املى الخط الخلفي يجي على حساب الهجوم. ماشي. فبالتالي بقيت عايز المهاجم بتاعي يبقى اشبه بلعيب معايا زياده في وسط الملعب، فبقى محتاج مهاجم لما ينزل وسط الملعب يعرف يتصرف بشكل كويس. ماشي. النقطه الثانيه ان احنا عندنا ازمه كانت في ان عدد اللعيبه اللي بتصنع الفارق في الكوره في مصر مش كتير. صحيح. ابرزهم عمر مرموش دلوقتي. فانا بقيت محتاج اخلق الطريقه على ان عمر مرموش يبقى هو البني ادم اللي بيشدني في ارض الملعب. ماشي. فابتدى يبقى الضروره ان لو عمر مرموش اصيب، الناس بتقول مصطفى محمد ما راحش ليه؟ ما هو لو عمر مرموش اتصاب هتبقى مصيبه. فكنت بفكر في ان لو عمر مرموش اتصاب، هو مصطفى محمد مش شبه عمر مرموش اصلا، ولا علاقه، ملوش علاقه بروفايل مختلف. هو عشان كده كان بيدور على بديل لعمر مرموش، فلقاه في زيكو. فعشان كده بيديله فرصه في غياب محمد صلاح اللي بيتعالج ولسه بيتعافى ولسه ما جابش التوب فورم بتاعه، علشان يبقى عنده حل بديل لو عمر مرموش خرج في اي لحظه من اللحظات في المباراه. ماشي. عمر مرموش بقى بيعمل ايه لو شغلوا لنا الصور؟ يلا يا باشا. ممكن نبتدي نبص بصه كده. ده مكان عمر مرموش في ارض الملعب مع منتخب مصر في الماتش بتاع اسبانيا. ماشي. عمر مرموش هيبقى اللعيب اللي بيدور على مساحه فاضيه عشان يجي بوشه. هنا عمر مرموش هو اللي بيشاور وبيقول للعيبه تبني اللعب ازاي، بس هو التارجت بتاعه كله او الهدف بتاع منتخب مصر كله ان احنا لما ندور اللعب عمر مرموش يبتدي يتحرك بوشه فيستلم الكره من وضع حركه في مساحه. هنا لو وشه بالظبط هنا لو في راس حربه كلاسيكي زي مصطفى محمد، الهجمه دي مش هتتمد لقدام. هو هيوقف الكوره ويحاول يحرك حد. ماشي. بينما اللي عايزه حسام حسن الراجل اللي هيديك السرعه الكبيره في المرتده دي علشان خاطر يخلق الموقف ده، فالموقف ده يساعدك بقى تلعب الكره بالطول، تجري وتشوط، تلعب الكره على الناحيه الثانيه. دي هجمه ثانيه في الماتش وعمر مرموش واقف هنا. الملاحظ في اللقطه دي عشان القصه بتاعت هو مين راس الحربه، هو ولا زيكو، ان هتلاقي في 2 بني ادمين فوق عمر مرموش اصلا في ارض الملعب. ففعليا عمر مرموش هيبقى المهاجم بس هو هيقلب رقم 10 فيبقى زيكو راس الحربه. والعكس صحيح لان الجول بتاع روسيا بدا بان زيكو نزل استلم الكوره وعمل الهجمه وبعدين اتحول لراس حربه. ده الفكره اللي عشانها بقى بالنسبه له انا محتاج مهاجم بديل لعمر مرموش، فبقى زيكو في وجود محمد صلاح ادي 3، فالرابع بتاعنا كان هيبقى مصطفى محمد، فمصطفى محمد كان هيبقى عبء على حسام حسن انه يبقى رقم 4 دي صعبه. فعشان كده اللي فكر فيه لا خلي رقم 4 حمزه عبد الكريم، كده لو ما تمش استخدامه تمام ما حدش هيزعل. بالعكس ده هو فعليا هو الهدف الرئيسي من وجود حمزه عبد الكريم انه ياخد الاجواء بتاعه منتخب مصر وياخد الفكره بتاعه انه اخد بادج مشاركه كاس العالم زي 94 رونالدو البرازيلي وزي 2002 كاكا وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده في البرنامج هنا عندك. طيب احنا هنلعب المباراه دي من انهي حته في الملعب يا كابتن فايز؟ يعني انا دلوقتي هبقى قافل قوي راجع لحد ال 18 بتاعي، ولا هبقى قدام شويه انتوا بتقولوا عليها لو بلوك ولا ميديوم بلوك، ولا انا هعمل ايه عشان اتعامل مع ماتش زي ده في كميه اللعيبه الحريفه اللي قدامي والسريعه جدا اللي هي البرازيل؟ طيب بمعرفتنا بطريقه لعب كابتن حسام حسن، اي ضربه مرمى لمنتخب المنافس او البرازيلي بقى ان كان برازيل بلجيك اسبانيا، هو بيعمل هاي بريس، بيضغط من فوق. اول ما الكره تطلع تتلعب ويبدا يعدوا اول خط للضغط، الفريق كله بيبدا يتراجع ويعمل من ميديم للو بلوك. واعتقد مباراه النهارده هتكون شبيهه بشكل كبير جدا لمباراه اسبانيا. مباراه اسبانيا احنا عملنا ميديم للو بلوك، قفلنا المساحات بشكل كويس قوي واستغلينا الفكره اللي بيتكلم عليها احمد عز بتاعت عمر مرموش. انا عندي شويه صور برضو لعمر مرموش يلا. بما ان احمد اتكلم عنها فنقدر ان احنا نوصلها مع بعض. يلا. عمر مرموش ممتاز جدا، لكن هو في مبالغه شويه في المسك الكوره او التحرك بالكوره. يعني دي اول صوره قصاد منتخب روسيا، هو خد الكوره هنا وقع واتعملت عليها كاونتر اتاك. الصوره اللي بعديها
نفس الكلام، هو داخل في وسط كام 4 5 لعيبه. هو المنتخب البرازيلي النهارده مش هيسيب اللي بعديها نفس الكلام. والمساحات شوف انت الاطراف عنده امام هنا، دي في مباراه اسبانيا دي الكره اللي جت بيخش في الزحمه، عايز بيخش في الزحمه كتير، هو اكنه شايل لواء الهجمات المنتخب المصري بشكل مبالغ فيه شويه. فايه مطلوب منه النهارده في مباراه النهارده؟ لو احنا شفنا يا جماعه الصور بتاعت منتخب البرازيل بشكل سريع برضو عشان نربط لا دي بدي. ليه خد وقتك بشكل سريع، احنا مبسوطين. المنتخب البرازيلي بيضغط، فانت دي الكره الهدف الخامس تقريبا قصاد منتخب بنما، هم بيضغطوا ما بيدوكش فرصه، يعني حتى مصطفى شوبير النهارده هتلاقي مضغوط عليه. الصوره اللي بعديها نفس الكلام، ده الهدف الاولاني، اتقطعت الكره راحت لفينيسيوس. فانت حتى لما مرموش يبدا يتحرك بين الخطوط وينزل يستلم، محتاج لمسه ولمستين يطلع الفرقه دي. الكره مثلا المنتخب البرازيلي كله بيتراكم وهو بيعمل الضغط بتاعه، فدايما لو مرموش رفع راسه وبص على الاطراف لزيكو اللي جاي من ورا او تريزيجيه او هيثم حسن، النهارده مفاجاه بالنسبه لي كبيره جدا. ايوه ما كنت لسه اسالك ايه مفاجاه كبيره طبعا بالنسبه لي. طبعا اتفرجت على مباريات كتير لهيثم حسن، احنا تابعناه واتفرجنا عليه في اتحاد الكوره، ولاعيب كويس جدا مهاري جدا، بيطلع الفريق لقدام بشكل كبير جدا. لكن على الجانب الدفاعي عنده يعني هو قليل شويه في الجانب الدفاعي، فهو هيكون جبهه مع محمد هاني قصاد الجبهه القويه جدا بتاعت فينيسيوس وسانتوس، او على حسب الباك شمال اللي هيلعب. فهتبقى جبهه قويه جدا على هيثم. كنت تفضل مين اللي يبقى موجود في الحته دي؟ قوم بالواجب. اي وينجر عادي، زيزو يلعب. زيزو قراراته في الماتش بتاعت روسيا ما هو بتاعت بعيدة. عارف، انا متفق معاك مليون في المية. فبالتالي فاعتقد هو ده السبب اللي خلى هيثم. انا اتمنى ان زيزو يتفرج على الماتشات مره تانية، مش اكتر، بس من ان انا حاسس ان زيزو هو مش في حاجه مخلياه فاقد التركيز. فبالتالي هو في كل الاحتياج، يعني زيزو بيعرف يباصي، زيزو بيعرف يرفع، زيزو بس محتاج يحسن موضوع القرار بانه يرجع يتفرج على المشاهد والمواقف اللي حصلت، لان احنا محتاجينه. صحيح. الجبهه بتاعت دوكو هي محتاجه اللعيبه دي اكتر من هيثم حسن، انا متفق طبعا مع كابتن محمود. طيب فكره ان انا بلعب النهارده باثنين في نص الملعب بتشوفها ازاي؟ و2 6 6 اللي هو مروان عطيه ومهند لاشين، ودي على فكره الفكره دي كان قالها امبارح كابتن اسامه نبينا، فاكر كويس قوي، حتى كان حصل اختلاف ما بينه وكابتن اسماعيل، لا قال ايه الاثنين، لا احط امام عاشور يكون موجود. فكابتن اسامه كان عنده وجهه نظر، قال لا انا احب ان في ماتش زي ده يبقى عندي 2 6 واضحين، مهند ومروان عطيه. الموقف ده بتشوفه موقف ايجابي لصالح المنتخب ولا لا، انه بيلعب بالاثنين دول تحديدا؟ تركيبه مثاليه لخط وسط منتخب مصر. مثاليه مثاليه. الاثنين 6 في المستوى ده، في الاحتكاكات دي انت محتاج 2 لعيبه عشان تغطيه عرض الملعب. لما بتلعب ب6-1 على ما بيروح يغطي وتجيب الثمانيه الثاني معاه بيبقى فيه ديلي في التحرك، قلب الملعب بيفضى تماما. لكن لما بتلعب باثنين، واحد بيروح واحد ثاني ياخد خطوتين تحتيه، انت قافل عمق الملعب على طول. مع الفرق اللي رتمها عالي، خد بالك في جزء مهم جدا في الكوره بيتنسي مع الفرجه، هو الريتم. رتم الفريق اللي قدامك عامل ازاي. انا عادي جدا ممكن العب قدام فريق رتمه يخليه الراجل الثمانيه يرجع والسته بتاعي يروح، لكن انا لما اجي العب بلجيكا، العب البرازيل، العب اسبانيا، هي دي الحته اللي ايه من الشغل في الملعب. دي الحته اللي بص هتاخد مننا حاجه، هو متفق معايا، هتاخد مننا حاجه. كمل يا عمر. فبالتالي الريتم السريع ده انت بتبقى محتاج ان اللعيب لما يطلع الثاني يقفل الملعب على طول، لان انت تلعب برازيل تلعب بلجيكا، لما لعبت اسبانيا لعبت بالاثنين برضه عشان تقفل عمق الملعب. فبالتالي انا بشوفها تركيبه مثاليه، الاثنين مهند كمان ومروان، لان الاثنين كورتهم مش وحشه. طيب حتى انا كده في الحته الدفاعيه. طب وفي حته التحول التطوير بقى هقول لك على حاجه مهمه جدا بقى. انا هرجع لزيكو. هو ضحيه زيكو في الملعب امام. ضحيه زيكو في الملعب على حساب امام. او في المستقبل صلاح. لا صلاح هياخد الجانب الشمال كده هيبقى موجود. اليمين انا اسف كده هيبقى موجود. عشان كده قصه زيكو مش لاعبه يمين. صلاح هيلعب، بس لو انت فيرود مع مرموش، مع فيرود مع مرموش. هقول لك الفكره كلها في ايه. الفكره كلها ان انت هتلعب 4-2-3-1 عادي، بس وانت بتدافع لما هترجع في البلوك بتاعك تحت تلعب 4-4-2. حلو. زيكو اللي غطي. زيكو هيطلع عيني. زيكو بقى متاخد في الحته دي. وليه هو اللي ضحيته هيبقى امام؟ لان زيكو هيبقى هو التسعه والكره معاك، هو اللي هيرجع والكره مش معاك، اللي هو يعتبر 8 هيرجع بقى ياخد وينج لو صلاح دخل في العمق، او هيرجع 10 ثالث في نص الملعب. لان زيكو شرس جدا في الضغط، ودي مميزات زيكو لعيب شرس في الضغط قوي. برضه اعتقد ان كابتن حسام عنده حته ذكاء هنا، هو جايب لعيب هيبقى كفحتي، بس هي دي هو فاكر اسلام عيسى. ايوه بالظبط، الله ينور عليك. لعيب كفحتي، عارف ان هو فكره انه يبقى موجود مع منتخب مصر في كاس العالم ده المنى، فالواد هياخد الملعب رايح جاي. جراءه. وهي دي جراءه كبيره جدا، جراءه كبيره جدا. عايز حق يعني بامانه، هي جراءه
واستغلال لحاله لعيبه فاكره نفسها ان الكوره استغلت خلاص شياكة، او مش شياكه، فاكره نفسها ان الكوره لما بتجي طب هو لها عمل ليها يخلص ثمن. فين؟ الموهبه حاجه يا جماعه والناتج حاجه. صح. الناتج لازم يكمل بمجهود. برافو عليك. اللعيبه اللي خلاص فقدت فكره المجهود وفاكره ان المساله موهبه تمامها يعني هتقلب في الاخر على الدكه. انا كأس مشكلتي العالم. كمان ان هو مش افتكرها موهبه، هو افتكرها اسم. يعني هو عدى مرحله أو ما حاجز عنديش مكاني. مشكله، انا ما عنديش مشكله ان انت تلعب بموهبتك، ما عنديش مشكله، بس موهبتك من يعني مع لا شويه هو مجهود. عز قال جمله انا بالنسبه لي عبقريه، ناتج. هي بالظبط، انا الناتج يا باشا، ما تقعدش تهنبك، انا عايز ناتج يا هي باشا. بالظبط أنا كده. عايز لعيب كفاحتي. هو انضمام زيكو بقى انا بقى رايح معاك، لان انا فاهم انت قصدك ايه في القصه دي. انا عايز لعيب هياكل النجيله، لانه اصلا ما كانش متخيل انه هيبقى في الحته بس دي. خلاص، برافو عليك. فالواد هيموت نفسه، دي حقيقه. وبعدين الواد جاي على اخر معسكر، أيوة. ما كان بعيد خالص. زائد بقى ان مقوماته هو كلاعب، ودي دي في زيكو. أنت اشتغلت معاه. انا اشتغلت مع زيكو سنتين، آه. سنتين وشويه كمان. اولا هو بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحرسه، لعيب قوي جدا بدنيا. ثانيا لعيب ماتشات كبيره، شخصيته قويه. زيكو ما بيخافش، يعني زيكو بيحب يلعب الماتشات الكبيره، هو بيحبها، بيركز فيها. حتى لما كان معانا كنا ماتش زمالك تلاقي زيكو جايب جول، ماتش الاهلي زيكو احسن لعيب في الفرقه، ماتش بيراميدز احسن لعيب، اكتر لعيب مهدد. زائد الجزء التكتيكي بقى، هو راجل ملتزم. خدوا بالكم، دي المعطيات اللي بيوضح بيها عمر هو ليه، واللي بيوضح بيها هو ليه كابتن حسام راح لزيكو. زيكو بقى يبقى كويس في الماتش، مش دي قصتنا. هو بيقول لك هو الراجل ليه راح ليه اختاره يبقى في الحته دي. دي معطيات، دي رؤيه كابتن حسام، والراجل والكباتن بيشرحوها لحضراتكم. يبقى كويس مش وحش، مش احنا اللي اخترناه. يبقى كويس، يبقى الكابتن حسام حسن معطياته كانت صحيحه، وبالتالي رهانه كان صحيح، فنجح اللاعب. طيب لا قدر الله ما مشيتش، يبقى هو الراجل كان عنده معطى لكن النتيجه طلعت مختلفه. ده بس عشان نبقى حضراتكم فاهمين الحته بتاعه الفرق ما بين ان انا اشرح معطى وان انا اشوف نتيجه في الاخر. دي مش بتاعتي انا. فتركيبه بقى خط الوسط رجوعا عشان تربط الموضوع كله ببعضه، هو كلاعب عنده القدره دي. في ماتش روسيا كان طول ما الكره معاك هو الراجل، هو اللي بيكمل 9 جوه ال 18، ومرموش هو اللي بينزل عشان يلينك الخطوط. الشيفت اللي ما بينه زي كره الجون بالظبط، هو اللي نزل فك الضغط، هو اللي كملها. كور تانية اللي زي كابتن فايز كان جايبها بدايه من الدقيقه 30 وانت مرموش هو اللي بينزل عشان عنده القدره انه يستلم ما بين الخطوط ويلف ويروح بوشه يعمل لك الزياده العدديه. فزيكو هو اللي يبقى 9 في الحاله الدفاعيه. زيكو هيروح رادد في نص الملعب، مجهود مرعب، مجهود مرعب، مجهود. هيردها فين عشان اقفل بس الحته دي؟ في وجود صلاح زيكو هتلاقيه ممكن واخد خطوتين 3 يمين، صلاح هو اللي 10 عشان صلاح ما يرجعش. تمام. طب صلاح مش موجود، هيروح واخد خطوتين 3 لجوه، والجناح الناحيه الثانيه هو اللي هيرجع 100%. يعني ده هيمسح الملعب. لا مجهود مرعب وشجاعه من كابتن حسام مرعبه بصراحه. واتمنى يولع نار في الناس اللي قلت مجهودها. اتمنى يعني هو وهيثم يبينوا للناس اللي قلت مجهودها البدني. حاجه اخيره بس عينك فيها كلام، يعني انا مش عايز اسال، يعني عايز اقول بس الحته دي. هو القصه دي كلها على فكره امام كان بيعملها. كان هو اللي بيكمل فريق الثاني وهو اللي بيرجع. ايوه ده حقيقي. بس هو قال خلاص. طيب اتفضل يا عمار. الحقيقه هي الجرأه والشجاعه لكابتن حسام في ماتش النهارده، بغض النظر بقى عن النتيجه، هي تحسب له جدا جدا لسبب بسيط. كلنا اشدنا بكابتن حسام في مباراه اسبانيا دفاعيا، عملنا ماتش سوبر، بس كان عندنا دايما مشاكل والكره معانا اول ما بنعدي نص الملعب. عشان كده اللقطات اللي جابها عز، انت بتتكلم في الاخر على مرموش، انت بتستنى منه اقرب فرصه رايح بوشه عشان يسدد. المره دي اختيارات كابتن حسام في الاربعه اللي قدام، اولا 3 منهم عندهم حلول فرديه. بتتكلم على هيثم حسن حل فردي، مرموش حل فردي، زيكو حل فردي، ماشي، وتريزيجيه كمان معاهم. فدي نقطه مهمه جدا. انت دلوقتي كابتن حسام اشتغل على الحته الدفاعيه، انت تمام. احنا الاربعه بتوعنا بالاثنين رقم 6 مهند ومروان، عملنا جيم دفاعي عظيم. بس كان دايما عندنا مشكله في تطوير الكوره بقى وهي معانا، احنا ازاي نخترق نص ملعب البرازيل او نخترق نص ملعب الخصم او نهدد الفريق اللي قدامنا. فانت التحول اللي انت عملته ده، ان انت لعبت بلعيبه عندها حلول فرديه، بل تكاد تكون انت تريزيجيه الجناح الوحيد اللي على ارض الملعب اللي عنده الحته الدفاعيه. هيثم حسن مش عنده، مرموش مش عنده، وزيكو يعني المركز بتاعه هيرجع وكل حاجه، انت في العمق بس ده مركز جديد عليه هيجربه، فانت برده مش ضامن قوي غير ان هو هيضغط كويس قوي. ففي ريسك عايز تقول؟ طبعا انت كده مخاطره. طبعا المخاطره دي جايه كمان ان كابتن حسام لا هو دارس، هو اتفرج على ماتش تونس مثلا مع البرازيل في شهر نوفمبر اللي فات، 1-1 تونس جابت هدف في البرازيل ب3 لمسات، 3 لمسات بالظبط. فمهم ان انت لما تقطع الكوره انت ازاي تلعب اللعب المباشر ده، عشان انت محتاج اللعيب اللي بيكمل جوه منطقه الجزاء. فلو اللعيب اللي زي ما كان زيزو جايب مرموش هو اللي هيشدك فهيجري
فممكن يروح ناحيه الشمال لو الكره اتطرفت، لان هو طلب كتير الكره في العمق، والكره اوقات مش بتجيلك في العمق لقدرات اللعيبه وقراراتها. فانت لو مرموش انطلق من الناحيه الشمال، مين اللعيب اللي هيخش جوه منطقه الجزاء؟ ده دور زيكو. عشان كده زيكو لما في مباراه روسيا الجناح اللي بيخش جوه وبيلعب بدماغه، فدي نقطه كانت مفتقدها جدا. انا عايز لعيب زي ده، بل بالعكس كمان انا عايز لعيب في المرتدات يساند مرموش في الحته دي، يبقى عنده جوه منطقه الجزاء احساس ان هو ممكن يهدف، ما يبقاش بدل ما اروح بمرموش مستني تسديده من مرموش فقط لا غير. او لما زيزو بالنسبه للقرارات اللي اتكلم عليها عز، لما يبقى ناحيه اليمين هو باصص في منطقه الجزاء مش لاقي حد، فهيلعب لمين؟ ما هو مرموش اللي كان بيشدني هو اللي مباصي لزيزو. طيب. فاذا زيزو هيلعب لمين؟ فدور زيكو هيبقى مهم، بس هو الصعوبه ان انا اعرف لما الكره تبقى معايا انا بعمل اللعب المباشر او بلعب التحول، لازم كويس قوي. ده دور زيكو لان هو كتير جدا هيستلم الكره في نص الملعب. عايز افهم منك يا محمد، ليه كابتن حسام راح لهيثم حسن تحديدا؟ يعني احنا بنتكلم على جيم انت اغلب الوقت فيه هتبقى بتدافع، تمام. واغلب الوقت فيه لو انت بتدافع اول لما تبقى معاك الكوره انت هتحاول تشتغل على التحولات. طيب حلو. لو انا بدافع فهيثم ما هوش اجمد بروفايل عندي في الملعب دفاعيا. الدفاع. صح. طيب لو انا بهاجم هو مش اسرع جناح عندي استخدمه في التحولات. فبناء على ايه كان فكره كابتن حسام حسن انه يبقى يلعب بهيثم حسن؟ طيب في نقطتين، اولا هيثم حسن انا بشوفه هو مش لازم يبقى اسرع من غير كوره، بس هو اسرع بالكوره. يعني هو بالنسبه لي اسرع دريبلر من زيزو يعني. بالكوره طبعا. ماشي. والنقطه الثانيه انه عشان واثق في قدراته قوي، مباراه روسيا بينت ده، ان هو دايما عنده الديلي، هو بيأخر دايما نفسه عشان عارف ان عنده ثقه لو الباك قرب عليه هو عنده القرار في الترقيص ده 1 2، فهو دايما مباشر على اللعيب بتاعه. فعشان كده شفنا هاني اكتر من مره هو بيستنى هاني عشان يطلع له ويلعب العرضيه. طبعا روسيا مختلفه عن البرازيل انا متفهم، بس انا بكلمك قدرات اللعيب ده. عشان كده احنا في مباراه اسبانيا احنا كان اللعيب الوحيد اللي بيطلعنا من الخط الخلفي كله هو فتوح. انت دايما بتعمال تشد الكره، بتلعب باص 2 3 4 عشان تروح لفتوح، فتوح اللي يقف على كورته يتصرف بيها. 3 4 هجمات التحولات اللي اتعملت في الشوط الاولاني قدام اسبانيا، كره من عند فتوح، اسلام عيسى، مرموش، نفس الفكره، او امام طبعا اللي هي من العمق. بس الجناح اليمين دايما بتروح له الكره في الاخر. ماشي. طب لو راحت له الكره في الاخر، انا شايف ان القرار عند هيثم حسن هو افضل بكتير في الفتره الحاليه من زيزو. ده 1 2. انا محتاج لما الكوره تروح لهيثم حسن في الثلث في نص ملعب الخصم يقف على كورته، يعرف يحافظ عليها لحد ما يشد الفرقه. فانا كده عندي حاجتين. دفاعيا بقى هيعمل ايه؟ دفاعيا لو زيزو هو اقوى منه دفاعيا في الحته دي، وبدنيا ممكن يبقى اقوى منه كزميل لهاني، بس انا بتغاضى عن دي شويه، ان انا هيبقى مهند لاشين مثلا هيقرب اكتر لهاني. نفس الكلام في عمليه الترحيل من سنتر باكات، لو مثلا حمدي كان هايل جدا في الحته دي، فهاني لما يزيد هو حمدي بيغطي مكانه وبيروح، عشان دايما فينيسيوس انت مش هتروح عليه بلعيب او اتنين، فانت محتاج تبقى قافل له ده. البرازيل دايما بتعاني مع انشيلوتي في اللو بلوك. البرازيل عايزه مساحات، وده اللي بيثبت حتى احصائياتها. البرازيل من 19 هجمه 11 منهم لعب مباشر، من ضمنهم هدفين في كرواتيا. انسى يا باشا. ما هو انسى. بس قصاد بنما ظهروا مش قوي كده. لا، ينسى. كده ماتش ودي، ويعني ايه ربنا يستر. انسى ايه؟ انا مش فاهم. انسى مصر ولا انسى البرازيل ولا انسى المساحات. ينسى المساحات. ايوه ما هو بالظبط. انا قلت حاجه غلط. لا بالعكس. انا ما قلتش ما حاجه غلط. هو ده انا قلت حاجه غلط. بقول ايه؟ ينسى المساحات مش ربنا ينسى يكسب. انا بقول يقطع لساني. وعايز بس متحفظ. هي الجيم بلان دي افضل جيم بلان للمنتخبات اللي اقل طبعا تصنيفا من البرازيل ان انت تلعب بيها. طيب. زي مثلا منتخب اليابان ومنتخب تونس، واحد كان عنده ال5-3-2 منتخب تونس، فكان مقفل المساحات تماما، فكان عنده القدره الهجوميه بالتحول. نفس الكلام منتخب اليابان كان معاه عنده القدره ان هو يضغط 90 عظيم. دقيقة. عندي سؤال مهم جدا. عم كارلو انشيلوتي عايز مننا ايه؟ هو عايز مننا ايه؟ ايوه، ما هو ده سؤال مهم على فكره، ما احنا عارفين احنا عايزين ايه. انا السؤال المهم حاجه من حد اصلا. انا السؤال المهم بالنسبه لي هو بقى عايز مننا ايه في الماتش ده؟ ده بقى بعد الفاصل. يلا. عشان أوكي. انت ما اكلتش ماشي.